كابتن سامي الجابر طبعا نجوم الكرة العربية. يكفي ان انا اقول لكم ان هو راجل لاعب 4 كاس عالم وسجل في 3 منهم، وسامي الجابر من اكتر اللعيبه اللي جابت بطولات في تاريخ السعوديه وفي تاريخ نادي الهلال، وهو دلوقتي حاليا هو طبعا مدير اداره الكره بنادي الهلال. لم يكتفي ببطولاته كلاعب ولكن ايضا متالق كمدير الكره وجايب بطولات كتير قوي لنادي الهلال كمان كمدير الكره. ازيك يا كابتن سامي؟ اهلا خلود، شرفتونا اول شيء. ربنا يخليك. في نادي الهلال في السعوديه في الرياض في كل مكان، ونحن بنحب المصريين وبنحب مصر واهل مصر، وانت برضه يعني خليني اقدم لك ايضا تقديم. خالد بندق، انا اتذكر بندق يعني لاعب. كابتن عايزين نتكلم شويه على الهلال. نقول لك بدايه مبروك البطوله دي. الله يبارك فيك. يعني السنه دي بتعملوا انجاز جديد برضه، كاس ولي العهد وكاس وداخلين على كاس الملك والدوري طبعا. عندنا 24 مباراه مهمه في اللي هي دور 16 ان شاء الله. بتعرف انت، خصوصا انت اكثر واحد يعرف انه عمل في كره القدم يجب انه يكون عمل مستمر. صح. يعني انا بروح لك مثل ريال مدريد وبرشلونه. حاليا يمكن الريال اغنى كفاليو بالظبط، لكن برشلونه اكثر بطولات واحسن لعيبه بالظبط، مع انه كانت في الى 2002 ريال مدريد الاداره مهمه جدا. هذا هي نقطه الموضوع او زبده الموضوع. حتى الاداره اذا احضرت جهاز فني وجهاز طبي وجهاز اداري وتوب بلاير، حتى لو تكون اسعارهم موجوده فيهم سواء كان داخليين او خارجيين، محليين او اجانب، ورسمت سياسه متوسط الاعمار في ال 24 23 هذه 8 سنوات انتهى. لانه احنا عندنا في السعوديه في هبوط كثير، وهذا واضح من كاس اسيا الاخيره. دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان السعوديه تتغلب 3 ماتشات. طبعا لانه الاهتمام بالقاعده قل. اول تتذكر احنا ابطال 89 في كاس العالم في اسكتلندا. طب هل الجيل اللي ساب ده، الجيل السعودي اللي ساب ده وجيل طلع مره واحده فجاه وتغيير مفاجئ، ده اثر على المستوى؟ خصوصا ان ما وصلتوش كاس عالم. كنا كوريا الشماليه تكسب كوريا الشماليه هنا توصل. لا، وكوريا الشماليه من عندك هنا ما تقدر تفوز على كوريا الشماليه. يعني حاجة. بعدين في كاس اسيا ما تتخطى الاردن وسوريا، مع كامل الاحترام طبعا. الكره السوريه تطورت والكره الاردنيه تطورت، بس الفرق كلها تطورت. السعوديه مكان اكثر. ليه؟ لانه اصبحنا حنا تركيزنا مو على النشء، مو على القاعده. تذكر وانت سيد العارفين انه اذا اهتميت بالقاعده لقيت النتائج قدام. ما تبصش تحت رجليك، لازم تبص للمستقبل. دائما تناظر على طول، لو تبص كذا حتوقع. كابتن سامي انت ما خدتش راحه خالص ابدا. انت هو باين في وجهي تعبان. لا انا قصدي يعني بطلت كوره، رحت على طول استعانوا بيك في كمدير. اعتزالي 2008 واستلمت الفريق 2008. يعني مو مساله بس خالد، لاعب كره القدم احلى واروق بصراحه. انت مسؤول عن نفسك. تطور نفسك، تعرف وتجيب جون برضه، تفرح وبتاع. تجيب جون، لا بس انك تعرف تشتغل على نفسك، تهيئ نفسك. لكن انا الحين مسؤول عن 52 واحد يعني. طب انا هوديك بقى مصر. انت عارف الخناقه بين الاهلي والزمالك عندنا، هو ابو تريكه احسن ولا شيكابالا احرم؟ رايك في الكوره المصريه؟ في كل الدنيا. بالظبط، في كل الدنيا. هنا عندنا الهلال والنصر والاتحاد جده، الاتحاد والاهلي، الهلال والمريخ في السودان كلها. لكن الوحدات لكن تقول لي انت تسالني عن الاهلي والزمالك. ايه رايك في الكوره عامه المصريه؟ انا اخاف الكره المصريه حاليا. الاول اول لا. يعني انا اعتقد جيل حسن شحاته الاخير جيل له كاريزما. ذكرنا بالاجيال السابقه، جيل التسعين بالضبط، صح، نهايه الثمانينات بالضبط، بدايه التسعين. جيل عنده كاريزما، لكن انا اخاف على الكره المصريه حاليا. بركات كبر وائل جمعه وابو تريكه وتابعت ترى على فكره، انا احب اتابع الاولمبي، شباب ناشئين، خصوصا منتخب الشباب في كاس العالم في مصر 2009. كان وحش ما اقنعني. بس المنتخب اللي جاي ده مش وحش. اللي شفته في المباراه الاخيره مع مالي، طبعا كلهم تاهلوا مع مالي. شفت مباراه اعجبوني عده لاعبين، معناتها راجع الكره المصريه. لكن انا اتكلم لك عن الوضع. يبقى لازم اهتمام برضه بالقاعده طبعا زي السعوديه، وغير اهتمام بالقاعده. انا متاكد مصر تهتم بالقاعده. انا شفت المنتخبات السنيه المصريه، لكن التوقفات الكثيره في الدوري. بالضبط. انا تفاجأت في مباراه منتخب مصر مع جنوب افريقيا في جنوب افريقيا، انه اللاعب الوحيد من منتخب مصر اللي جاهز احمد علي، كيف ما لعب؟ مثلا بالضبط ما جابوش، لانه في فتره توقف ايام الثوره.
مين هو اللي كان جاهز؟ نوع من الانتقاد لكابتن حسن شحاته في الماتش ده ان هو ما لعبش حقا. وما كانت جنوب افريقيا حلوه، واتوقع انه لازم تدور اللاعب الاجهز في ذاك الوقت. التوقف يقتل كثير يا خالد، لازم تفكر. طب انت دلوقتي يعني لعيب كبير، مش بتفكرش تبقى مدرب؟ يعني مدير الكوره دي حته. انا ابغى اقول لك شيء في هاللقاء، ما تيجي نوقع معك لاعب محترف مره ثانيه. لا نوقع ممكن خماسي بقى. لا لا بجد والله نلعب بتفكرش طبعا تبقى نلعب. مدرب؟ والله انا اتجهت اتجاه اداري، بس مصر على اني اخذ كورسات على مستوى عالي تدريبيه. سواء كنت عندي مهما كان احساس اللاعب برضه ينزل ويغير. وانت عارف خد مو كل لاعب ممكن يكون مدرب. بالظبط. منو اللي عنده فكر، من عنده عين من عنده عين كويسه، من عنده وتكتسب خبره. لما تكتسبها اداري وتكون مع مدربين زي إيريك جيرتس اللي فاتت، كالديرون، انا عاشرت كل الناس بتتكلم على إيريك جيرتس على فكره. منتخب السعودي يعني في زمن تغيير مدربين كثير، يعني مروا على مدربين كثير مدرب. في نادي الهلال. انا اعتقد في ناس انتقدوا حته ان المدير الفني مشي في وسط البطوله في تغيير حصل عندنا، والمدرب الوطني مسك في مباراه اليابان اعتقد. اي ناصر الجوهر مسك. دي كانت ثاني مره اعتقد تحصل. حصلت في كاس اسيا 2000 كنا لاعبين عام 2000 شالوا ماتشيلا ومسك ناصر الجوهر وصلنا للنهائي. مع انه اول مباراه انشال كانت امام اليابان، خسرنا 4-1. للمنتخب انا احب المدربين الوطنيين زي حسن شحاته كده مثلا. والله حسن شحاته كاريزما. سعدان مثلا اتكلم عن اثنين هذول ذا بيست، افضل مدربين عرب حاليا. النتائج انا اعتقد حسن شحاته مسوي للمنتخب مصر ليفل او مستوى ثابت فتره طويله، وهذا يحسب. بس لاحظ انه عنده لعيبه اسماء كبيره حلوه، عنده لعيبه حلوه بس بيعرف يوظفهم، عنده شخصيه. انت يا خالد وسامي حتمشون معي كذا، انتم حبايبي، حتعطوني انتم حبايبي، ما عندك تفضل. شكرا كابتن سمير، اشكرك، ربنا يوفقك في مشوارك. اهلا وسهلا فيكم قناه دريم وخالد الغندور، واتمنى تكثرون الزيارات لان احنا نبغى نلقى بحبايبنا في مصر ان شاء الله. شكرا كابتن، ومسيا على كل الشكر حبيبي، كل الشكر.